اللقاء السينمائي الخاص اليوم الذي ينظمه النادي السينمائي ومهرجان الايام السينمائيه لدوكالا ضمن العروض الشهريه المبرمجه في اطار الشراكه بين الجامعه الوطنيه للانديه السينمائيه ووزاره الثقافه. باسمي عبد ربي نبيل البلوطي وباسم مكونات النادي السينمائي بالجديده اتقدم بالشكر الجزيل الى الجامعه الوطنيه للانديه السينمائيه بالمغرب في شخص رئيسها الحاضر معنا اليوم السيد عبد الخالق بالعربي. إذا لقاءنا اليوم معنا ضيف خاص، فضيفنا اليوم هو أحد أعمدة حركة الأندية بالمغرب والذي كان حاضرا معنا في مثل هذا الشهر من السنة الماضية خلال فعاليات الدورة الثالثة عشر للجامعة السينمائية التي أقيمت هنا بالجديدة ما بين 10 والثالث عشر دجنبر 2024، حيث كان مخرج الدورة وتم تكريمه بمسرح عفيفي، كما كان لنا معه لقاء مباشرا هنا في هذه القاعة وعلى هذه الخشبة في جلسة ماستر كلاس. ضيفنا اليوم هو المخرج والمنتج سيدريكس شويكا. شكرا لحضوركم معنا. لأنكم تركتم دفء البيت والكاشة والتلفزيون ومواعيد كرة القدم لمشاهدة فيلم سينمائي ومناقشته، وهذا شيء ليس بدين، فصفقوا على أنفسكم. هذا كما قال الأخ نبيل، هذا أول تعاون بين نادي السينمائي الجديدة ومهرجان الأيام السينمائية لدوكالا بنفس المدينة، وهو شرف بطبيعة الحال، وكان لي شرف أنني كنت أحد مؤسسي نادي السينمائي بمنتدى في الثمانينات، ولم تنقطع قط علاقتي بالجامعة الوطنية للأندية السينمائية ومع الأخ إدريس شويكا بالخصوص. حضرت مع مجموعة من الأفلام التي أنجزها، منها بعض حدثت له مثلا فيلم مبروك بتازة وأفلام أخرى حضرتها، كما كان لي شرف تقديم فيلم فداء في الدورة 22 من مهرجان الأيام السينمائية لدوكالا بالجديدة سنة 2023. اش كتفكر؟ هذا ما عطيني كديرنا نعيشو. عندك مناش خافي، عندهم يدير لينا. حيانا مصطفى، انا اللي الرئيس، اش هذا الرئيس؟ لا يا عمر، خليه يضرب. ضرب الا كان هادشي غادي يبلغ داك الحد والكرب والبوط اللي فيه. ضرب الا كان هذا هو الواقع.